السلام عليكم ورحمة الله. الموقع صوت العقب تي في. الكتاب المعجزات القرآنية. الدرس بنية الحياة المعقدة. بنية الحياة المعقدة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السبب الأساسي الذي جعل نظرية التطور تنتهي إلى هذا المأزق الكبير فيما يتعلق بأصل الحياة هو في البنية المعقدة بشكل عجيب حتى في أبسط الكائنات الحية. فالخلية في الكائن الحي أعقد من كل المنتجات التكنولوجية التي ابتكرها الإنسان. واليوم حتى في أكثر المختبرات تطورا في العلم لا يمكن إنتاج خلية واحدة عبر جمع مواد غير عضوية مع بعضها البعض. أن الشروط المطلوبة لتكوين خلية شروط معقدة جدا لدرجة لا يمكن معها تفسير وجود الخلية بمحض الصدفة. إن إمكانية تكون البروتينات وباقي مكونات الخلية بمحض الصدفة هي احتمال يقارب الصفر. فلو أخذنا جزيئة واحدة من بروتين متكون من 500 حمض أميني لكانت نسبة احتمال تشكلها بمحض الصدفة رقم واحد مقسوما على عدد هائل هو العدد 10 مضروبة في نفسها 950 مرة أي 10 AS. وفي علم الرياضيات يعد العدد واحد مقسوم على 10 AS 50 يساوي الصفر أي مستحيل من الناحية العملية. إن جزيئية الحمض النووي ال DNA الموجودة في نواة الخلية والتي تختزن المعلومات الوراثية هي بنك معلومات مدهش. وقد خمن العلماء والباحثون أنه لو قمنا بكتابة هذه المعلومات المختبرية لحصلنا على مكتبة عظيمة تتألف من 900 مجلد موسوعي لا يخل حجم الواحد منها عن 500 صفحة. وهنا تظهر معضلة أخرى واجهت داروينيته وهي أن الحمض النووي ال DNA لا يمكن أن يتكاثر إلا بمساعدة أنزيمات محددة ولا يمكن تركيب هذه الأنزيمات إلا من خلال المعلومات الموجودة في ال DNA نفسه. وبما أن الاثنين يعتمدان على بعضهما البعض فيجب أن يتكونا في نفس الوقت. وهذا ما يصل بالسيناريو الذي يقول أن الحياة قد انبثقت بشكل تلقائي إلى تاريخ مسدود. وقد يعترف البروفيسور الدارويني المشهور ليسلي أورغل من جامعة سان ديغو في كاليفورنيا بهذه الحقيقة في مجلة سيانتيفيك أمريكان في عدد أيلول سبتمبر الصادر عام 1994 حيث قال: من غير الممكن أن تكون البروتينات والأحماض النووية وكلاهما ذو بنية معقدة قد نشأ معا بشكل عفوي في نفس الوقت وفي نفس المكان. وأيضا يبدو من المستحيل وجود أحدهما دون الآخر. ولذلك فإنه للوهلة الأولى يمكن للإنسان أن يستنتج أن الحياة لا يمكن في الحقيقة أن تكون قد انبثقت بطريقة كيميائية. وما من شك أنه إذا كان من المستحيل أن تكون الحياة قد انبثقت من أسباب طبيعية فإنه يجب أن نقبل بحقيقة كونها قد خلقت بطريقة خارقة للطبيعة. وهذه الحقيقة تظهر بشكل كامل نظرية التطور التي تهدف أساسا إلى إنكار الخلق. والسلام عليكم ورحمة الله.